أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج كنوز رمضان. معنا أول متسابق في هذا العدد. أهلا ومرحبا بكم في برنامج كنوز رمضان في موسمه الثاني. اهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم. عائله خويدمي من عين الدفله. مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير. بداية نحكوا لي شوي على رمضان، كيفاش استقبلتوا هذا العام؟ ان شاء الله يكون عام خير ان شاء الله على الجزائر وعلى المسلمين كامل ان شاء الله، وان شاء الله بربي نصوموه في الصحه والهنا ان شاء الله بربي ان شاء الله. إن شاء الله نشوفوا بنتك واسمها أنفال خويدمي. فاحكي لي شوية على رمضان العام اللي فات والسنة. صمتي؟ إيه. وش داروا لك أول يوم كي صمتي؟ شوربة بوراك. قلشوك مالا؟ وي. وصمتيه كامل ولا شحال من يوم؟ صمتو كاع بس 10 أيام تاع اختبارات ما صمتهمش. شغل هذوك حالة خاصة في اي بي. وي. صح. وش هي الحاجة اللي طيبتها لك ماماك أول يوم؟ شوربة بوراك. هي زعما بيتزا. شكون اللي شجعك باش تصومي رمضان؟ والدين. وش هي الحاجة اللي تحبيها غرسوها فيك وانتي صغيرة؟ حاجة رباوك عليها وحبيتي كي رباوك عليها. أخلاق. أخلاق. وش تقولي باباك في هذه المناسبة؟ قولي له كلمة هكذا. نحبك بزاف. إن شاء الله ربي يحفظك ليه. نمر لسؤالنا في هذا العدد من برنامج كنوز رمضان. السؤال يقول: من هو الطبيب المسلم الذي لقب بأبو الطب الحديث؟ نشوفوا الوالد ولا البنت؟ ابن سينا. الوالد. ابن سينا. ما تأكد؟ إن شاء الله. وانتي وش تقولي، صحيحة الإجابة ولا خاطئة؟ خاطئة. قلت لك خاطئة. ذكا أعطينا صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة. صحيحة. والإجابة صحيحة. فزت معنا بجائزة مقدمة من قناة الإخبارية. الطبيب المسلم الملقب بأبو الطب الحديث هو ابن سينا. مبروك عليكم، جائزة مقدمة من قناة الإخبارية. تفضلوا نشوفوها معاكم برك. بهذه المناسبة أعطونا كلمة لقناة الإخبارية والبرامجها الهادفة. الحمد لله ان شاء الله بربي يكون عام خير وبارك الله فيكم على الاستضافه هذه. ان شاء الله بربي يكون المسلمين كامل ان شاء الله على خير وعلى بركه ان شاء الله، وعلى اخوتنا ان شاء الله في فلسطين نتمنى لهم ان شاء الله رمضان مبارك، وربي ان شاء الله يفك ان شاء الله الحصار تاعهم ان شاء الله بربي، ونتمنى ان شاء الله بربي العوده ميمونه ان شاء الله. الوالده راهي في العمره ان شاء الله ترجع لنا بخير ان شاء الله. هذا العام صوموا بلا بها، وان شاء الله بربي بارك الله فيكم، وان شاء الله مستقبل زاهر ان شاء الله وليكم القناه ان شاء الله. إن شاء الله كلمة للكتكوتة. وش رأيك في هذه الهدية والبرنامج؟ شكرا جزيلا. أنا ما جاوبتش بس عديتها. صافي الهدية تديها انتيا. خلاص جزمتي باللي الكادو ليك. مبروك عليك، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. صحة.